تحية طيبة مشاهدي الكرام. الإعلام الجزائري يروج من جديد إلى أكاذيب للترويج لنجاح الشان على ظهر المغاربة، حيث سارع نظام العسكر الحاكم في الجزائر إلى الترويج بنجاح الشان وهي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، مستعينا بأبواقه المأجورة التي قامت بنشر جدول إحصائيات كاذبة منسوبة بلا حشمة ولا حياء لبين سبورتس القطرية، حيث تكشف عدد المشاهدين للشان في الجزائر. ونشر إعلام الكبرانات إحصائيات كاذبة مفادها أن 29 مليون مغربي شاهدوا أو تابعوا حفل افتتاح الشان بالجزائر مقابل 27 مليون جزائري، أي أن المغاربة الذين شاهدوا الافتتاح أكثر من الجزائريين أنفسهم. وعلى الرغم من أن نقرة بسيطة على محرك البحث جوجل كفيلة بكشف الزيف والكذب على هذه الإحصائيات المزعومة، إلا أن الكبرانات لم يجدوا حرجا في نشر هذه المعطيات الوهمية، ما يدل أنهم على يقين تام أن الجزائريين والشعب الجزائري جرى تطويعه على الاهتمام بأي خبر كان دون الرجوع إلى الأدلة ما دام يغذي نزواته وأحقاده الدفينة. والمثير في هذه الإحصائيات الوهمية أنها جعلت المغاربة رأس قائمة المشاهدين للشان المنظمة بالجزائر بمعدل 29 مليون مشاهدة، في محاولة فاشلة منهم ليظهروا للشعب الجزائري أن المغاربة يهتمون بهذا الشان الذي لا قيمة له وأنهم ندموا لعدم حضورهم. والأغرب من ذلك أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية لنسبة المشاهدة، وهو الأمر المضحك الذي لا يقبله عاقل. وأيضا أن بين سبورتس تبرأت من هذه البيانات الزائفة التي تريد من خلالها الكبرانات تبيين نجاح الشان الفاشل قبل بدايته. ونشكركم على حسن متابعتكم.